ولكن حتى نكون نحط الامور في نصابها. صحيح. انه الذي سيدافع عن موقفه شابا لديه من الخبره ولديه من التجربه الكثير، يعني مش محتاج صحفي صغير مثلي انه يدافع عليه. فبالتالي انا اريد ان ارى الامور بالعقل وليس بالعاطفه، لانه العاطفه احنا الجزائريين طبعا نحبوا كثير يعني العاطفه. في المنطقه القانون لا يمنع الشاب الخارجي الحصول على اي جنسيه حتى الجنسيه المغربيه. القانون كان صارم لدينا الجزائريه دوله ديمقراطيه شعبيه. لو عندنا كما قلت النظام الجزائري عنده مشكله كان ممكن يقول ممنوع على اي جزائري اخذ الجنسيه المغربيه. لا ارى في ماده قانونيه تمنع. ربما الجنسيه الاسرائيليه معروف الامر. فبالتالي لنتعاطف اكثر. هناك ربما حساسيات صحيح، هناك غيره على الموروث الثقافي الجزائري ليس فقط الراي. يعني صحيح المغرب يستغل التقاطعات في اللهجه وفي التاريخ للسيطره على اشياء نظريا ولا اروع منه، نظريا كلام رائع. طيب لماذا لا يحدث العكس؟ لماذا لا يقبل شاب مغني معروف في المغرب الجنسيه الجزائريه؟ هم احرار لانه هم احرار. طيب هم احرار ويدافعون عن قيم بلدانهم. هناك فنان مغربي خذي ذكر اسمه، كان جاء الجزائر وصرح قال اتمنى احلم ان احوز على الجنسيه الجزائريه. وفي اكثر من واحد يتمنى ذلك، لانه في النهايه قضيه جيده اعتقد انه تتجاوز الامر العقلي، هي قضيه عاطفيه بالدرجه الاولى. وهنا انا كصحفي واعلامي لا اريد ان اسقط في هذا. يعني طبعا انا يهمني كل ما هو موروث ثقافي. لا هو العكس، يعني هذا هو الطرح الموضوعي للقضيه. طيب